هي خلطة المحشي بتتفرز؟ أيوة خلطة المحشي بتتفرز. والنهاردة بإذن الله هوريكي طريقتي في خلطة المحشي، وهقولك ازاي تفرزيها ان شاء الله. وكمان هقولك طريقة حلوة جدا جدا تفرزي بيها ورق الكرنب. عارفة هتطلعي كده ورق الكرنب مش هتسيبيه يفك زي الاول اللي هو لازم يفك، لا دوت هتطلعيه على طول، هتسحبي منه وتلفي وتعملي احلى كرنب او احلى محشي كرنب ان شاء الله باذن الله. ويا رب يا رب يحسن ما بين ايديكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها فضلا وليس أمرا، عشان عيلتنا تكبر وتكون أكبر عيلة أهل الكرم والجود. وما تنسونيش في اللايك لأن انتوا مقصرين معايا جامد في اللايك. يلا الحمد لله على كل حال. عايزة أقول لكم إن أنا نفسي الكومنتات كلها بتاعت الفيديو دوت تكون الصلاة على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عايزين كده نجمع أكبر قدر من الصلاة على الرسول الكريم ان شاء الله باذن الله في الايام المباركه اللي احنا فيها يا رب، واللي قادم علينا اللي هو العشر الاوائل من ذي الحجه. عايزين نجمع اكبر قدر من الصلاه على الرسول، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه كلنا كده باذن الله نصلي على الرسول هناك على جبل عرفات باذن الله. ربنا يا رب يجمعنا جميعا على جبل عرفات يا رب. بصوا مبدئيا كده دي الكرنبايه بتاعتي حلوه زي الفل. عايزه اقول لكم ان انا بجيب الكرنب اليوم اللي انا جايبه فيه الكرنب، مش بعمله فيه، مش بسلق الكرنبايه في اليوم اللي انا جايباه، لان الورق بتاعها بيبقى لسه شارب ميه وجديد وبيتكسر منك. وبصي هيتكسر، مش يعني هتهدري كتير منه. لكن لما تسيبيها لتاني يوم الورق يبدأ المية اللي فيه تنشف والورقة تبدأ تدبل، هتبص تلاقي معاكي الورق بيتخلع حلو الواحدة على بعضها، ما بتتكسرش معاكي ولا اي حاجة. وبكده ما تهدريش اي حاجة خالص. تمام خلاص. زي ما انتوا شفتوا معايا عملت الورق خلصته من بعضه زي ما انتوا شايفين. وعندي هنا الحلة دي اكبر حلة بقى عشان خاطر ايه تشيل شوية، تشيل كمية وتشيل الورقة بتاعت الكرنباية وهي زي ما هي على بعضها كده. وحطيت فيها ملح، في ناس بتحط كمون عادي اللي يريحك واللي انت متعودة عليه، وان شاء الله بإذن الله من طول ما انت بتقولي يا رب ربنا بصي هيكبر بخاطرك ومش هيكسفك ابدا ان شاء الله. وحطيت الملح وسبت المية لما تغلي زي ما انتوا شايفين. وهحط بقى هنزل بالورق. بصوا بطلع الورق وببدأ ان انا ايه عارفين زي ما اكون بطبق شوية هدوم كده. بعمل الورقة نصين وباجي احطها على جنب، وببدأ ان انا اطلع اللي هطلعه السخن الجديد بحطه في الناحية التانية. مش هحطه كله على بعضه كله على بعضه، فارجع من الاول اللي انا مطلعهم من الاول هتلاقيهم اتهروا معاكي لو انت بتحطيها على بعضه، علشان خاطر ده سخونة على سخونة لا. وعايزة اقولك كمان لو انت هتفرزي الورق ما تسلقهوش، يعني خليه حي شوية، حي او يعني خليه اللهم صل على النبي حرش معاكي. طيب المهم ان انت ما تهرهوش جامد علشان خاطر التلج هيخلي الورق يدبل معاكي اكتر. تطلعيه لما عارفة لو سلقتي الورق جامد هتبصي تلاقي معاكي ورقة الكرنب زي المنديل لما تبليه مية. شوفي انت بقى المنديل لما تبليه مية بيبقى عامل ازاي. بصوا بقى دي الطريقة، أول طريقة اللي أنا لميتها كلها على بعضها كده وعملتها زي الصباع. دي الطريقة اللي أنا كنت بفرز بيها الكرنب في الأول. لكن الطريقة التانية هي ديت اللي أنا بعملها. بصوا بعمل الورق بفرده فوق بعضه زي المناديل كده. بصوا زي ما يكون معاكي شوية مناديل او مثلا مطبقة هدوم صف كده فوق بعضه، واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة. الطريقة دي حلوة جدا جدا يا بنات. انا في الاول كنت بجيب الورقة زي ما انتوا شايفين قطعتها على على 3 قطع وبلفها زي ما هي رول وخلاص على كده. الطريقة دي كنت بستنى في الاول لما تفك معايا لولا ان انا اقدر افردها. وكمان كانت بتهدر معايا ورق كتير لان قلت لكم ان ورق الكرنب التفريز او التلج بيخليه يستوي تاني. فبص انت بقى لما تفردي بقى الرول الكبير دوت وتبداي تقطعي فيه فاكيد هيبقى مش زي اللي هو جاهز دوت. بصي دي بقولك حتى في التفريز لما تطلعيه من التفريز مش هتحتاجي ان انت تسيبيه لما يفك، لا على طول هتطلعيه وتسحبي بقى. بقولك مرصوصين. بصوا هو دي الطريقة دي بقولك انا كنت بعمل بالطريقة دي في الاول، لكن دلوقتي الطريقة الافضل واللي انا معتمداها دلوقتي هي الطريقة ديت. بصوا بقطع الورق مفيش اسهل من كده.
بقطع الورق وارصه فوق بعضه، حلوة جدا. وبطلع زي ما قلت لك من التفريز على طول على الحشو، ما بسيبهوش لما يفك. وعايزه اقول لك ان انت الحاجه لما تسيبيها بتفك من التفريز بتبقى طعمها بيغير، بتبقى وخصوصا في الكرنب على فكره. الورق بتاعه تحسيه بيشد معاكي في السوى، او بيبقى مش كويس في السوى، زي لما ايه تطلعيه من التفريز وتبداي ان انت تحشيه على طول. بصوا ما شاء الله عملت لك الكميه دي كلها الكرنبايه، اللهم بارك. بصوا بقول لك زي ما يكون معاكي، وبصي وشوية كده مناديل ورصاهم فوق بعض، حلو جدا ما شاء الله. اعتمدي الطريقة ديت في تفريز الكرنب، وان شاء الله بإذن الله هتدعيلي ان شاء الله بإذن الله. خلاص على كده بصوا ما شاء الله هنا كده دولت دي الكرنبايه ما شاء الله عملت مع الكميه. بقى هاتي بقى العلب او الكيس اللي انت هتفرزي فيه ورصي فيه الكميه اللي انت حابه. انت هتعملي مثلا يعني اسرتك كبيره وهتعملي الكرنبايه كلها مره واحده، خلاص تعملي ديت كلها تحطيها في كيس. لكن انا هحشي معاكم الكرنب النهارده باذن الله، فعشان كده حطيتهم في العلبه زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله حلوين جدا اللهم بارك. هحط بقى الورق دوت في التلاجة، عشان زي ما احنا عارفين ان الحر ما ينفعش نسيب حاجة من بره فترة طويلة. وانا كنت لسه هعمل معكم الخلطة والكلام ده كله، فكانت يعني ممكن لا قدر الله الورق يفيح معايا او يطلع له ريحة، او يعني يبدأ ان يحمض وكده. فعلى ايه حطيته في العلبة وحطيته في التلاجة. وهنا بقى هعمل معاكم خلطة المحشي اللي ان شاء الله هتفرزيها وتبقى معاكي زي الفل. عندي كيلو بصل، الكمية اللي انت هتعمليها على حسب ما انت هتعملي. عندي كيلو بصل خرطته. عايزه اقولك ان البصل في خلطه المحشي بيخليها مسكره وزي العسل. وعندي هنا دوت شفشف طماطم خلطته كويس. وعلى اخر ما تقوليش ان البصله كده اتحرقت، لا، ده اللون دوت هو اللي هيخلي معاكي لون الخلطه حلو واحمر، ولون الطماطم هيبقى زي ما هو. هتشوفي معايا في النهارده باذن الله، يعني مش هسيبك من الفيديو دوت لما تطلعوا استاذه في طريقه عمل المحشي باذن الله. حطيت بقى الطماطم زي ما بقولك. بصي ولا هحط بابريكا ولا صلصة ولا اي حاجة تعزز اللون، غير هي بس شوية البصل اللي زودت عليهم التحميرة، حمرتهم كويس ونزلت عليهم بشفشف الطماطم. وخلاص على كده هو دوت اللي هيظبط معايا لون المحشي، وهيخلي لون المحشي من جوه او لون الخلطة حلو زي العسل. هنا عندي دوت قرن شطة حطيته زي ما انتوا شايفين كده اهو. وحطيت الكمون بقى، وحطيت لو عندك بهارات محشي حطي براحتك، بس انا بحط فلفل اسود وكمون وكزبرة وملح وشطة، وما بحطش اي حاجة تانية. هنا هاخد شوية علشان نبقى نحطهم على حلة المحشي بعد ما نلفها وكده. وعندي هنا دوت كيلو رز، وشلت منه نص كوباية او كوباية على جنب كده. ودوت يعني كيلو الا حاجة بسيطة، يعني شلت بقولك كوباية المج اللي هو بتاع الشاي دوت، هو دوت شلته من الكيلو. وخلاص على كده نزلت بالرز. مش هتحطي مية ولا اي حاجة، هو الرز على كده وتسيبيه لما يشرب المية، او المية اللي بتبقى بتاعة الطماطم، او المية اللي انت حطها. انت هتحطي ربع كوباية على الطماطم عشان خاطر الخلاط يلف معاكي تمام، وما تضيفيش اي مية. وخلاص على كده نزلت بنص الخضرة، واستنيت لما الرز يبرد، وهنزل بباقي الخضرة تمام. على كده هنا في المرحلة دي حابة انت تحشي زي ما انا هكمل حشو احشي، حابة تفرزيها هاتي الاكياس بتاعتك وفرزي الخلطة على كده زي الفل اللهم بارك. تطلعيها تحشي بيها في اي وقت انت عايزة ما شاء الله. بصي والله بتبقى زي ما هي، وانتوا شفتوا معايا في فيديو قبل كده فيديو اللي هو المحشي الفلفل، كنت مطلعه الخلطة من التفريز والله زي العسل. بقولك حلوة جدا. تجيبيها هي كده خلاص خلصت وبقت تمام وزي الفل. قلت لك كيلو بصل، او البصل لو حابه تزودي الكميه يعني عادي، انت مش لازم ترتبطي بمقدار، يعني ممكن تعملي كيلو 2 كيلو على حسب الكميه اللي انت حابه تفرزيها. كيلو بصل. وطبعا السمنه والزيت ديت ده شيء اساسي طبعا. حطيت السمنه الماده الدهنيه سمنه زيت اللي انت بتطبخي بيه. وبعد كده هو حطيت البصل. بعد ما البصل اخد اللون الاحمر اللي انتوا شفتوه معايا دوت، علشان انا مش هضيف لا بابريكا ولا اي حاجه تعزز لي اللون، هعتمد على تحميره البصله هي اللي هتعزز لي اللون وتخلي لون الخلطه معايا حلو واحمر زي ما انتوا شايفين كده. وحتى لما المحشي يستوي هتشوفي معايا دلوقتي لون المحشي من جوه زي ما هو ما غيرش. دوت كله بسبب ان انا حمرت البصله، ولا حطيت بابريكا ولا حطيت صلصه ولا اي حاجه تعزز لي اللون، غير هما بس البصله اللي حمرتها. ونزلت بعد كده بشفشف طماطم خلطته في الخلاط، كنت حاطه له نص كوبايه او ربع كوبايه ميه عشان يلف معايا.
وخلاص على كده نزلت بالرز بتاعي، كيلو رز شلت منه كوباية ونزلت بعد كده بالباقي. حلو جدا، اللهم بارك. الخلطة ديت اعتمديها والله ان شاء الله باذن الله مش هتبطلي تعملي خلطة المحشي بالطريقة دي. وخلاص على كده عندي هنا هو لفيت المحشي زي ما انتوا شفتوا. وعندي الشوربة حطيت لها ملح، دي شوربة. ما عندك الشوربة ممكن مية وتحطي لها مكعب مرقة، اللي عندك الموجود عندك. انت من طول ما نفسك كده زي العسل في الاكل ان شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. وهنا عندي شوية الخلطة اللي انا حشتهم، شوية الخلطة اللي حشتهم من خلطة المحشي في طبق، حطيتهم اهمت على الوش، وهزود بعد كده بالشوربة. وخلاص على كده بصي هتهزي بس الحلة كده عشان تتأكدي ان الشوربة وبصي دخلت ما بين صوابع المحشي كلها. وخلاص على كده هبدأ ان انا اسيبه لما يغلي. انا دلوقتي هحركه على العين الكبيرة علشان خاطر ديت ما كانتش موزعة النار، عشان الحلة ما شاء الله كبيرة فما كانتش موزعة النار على الحلة كلها. لازم النار عشان لما تهدى تبقى ايه النار واصلة للحلة كلها، مش تبقى طالعة في النص تبص تلاقي المحشي في النص استوى ومن الحراف لا. لا، لو الحلة كبيرة خلي المحشي بتاعك على العين الكبيرة. لو المحشي في يعني حلة صغيرة خلاص اي عين تنفع. لكن هنا وانتي عامله ما شاء الله كميه زي اللي انا عملتها ديت، خليكي على العين الكبيره علشان خاطر لما تهدي النار تبقى النار متوزعه في الحله كلها، مش في النص والجناب تبقى لا ما وصلهاش درجه سخونه كافيه، تبص تلاقي في النص المحشي معاكي مستوي في الجناب لا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا لون الخلطه اهو زي ما هو احمر ما شاء الله. ده انا عايزه اقولك كمان ان الستاند كان بيفصل معايا، وكانت حالته اللي هو كان قبل ما يتحرق. بس يلا الحمد لله على كل حال. انت هتجربوا وهتشوفوا بعينكم وان شاء الله باذن الله هتطلع احلى واحلى من كده بكتير باذن الله. لو وصلت معايا لحد شوية المحشي الحلوين دول تحطي لي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها فضلا وليس امرا عشان عيلتنا تكبر وتكون اكبر عيلة، عيلة اهل الكرم والجود. وكده حطي لي لايك من ايدك الجميلة، ودمتم مشكورين يا اهل الكرم والجود. وبس على كده ده صينية الفراخ ديت اللي هي ايه عملتها معاكم كتير. وان شاء الله يا رب ربنا يحسن ما بين ايديكم. ممكن شوية المحشي بس على كده زي العسل، ما فيش احسن من كده. مش لازم يعني فراخ ولا اي حاجة، هي حلة المحشي دي كفيلة ان هي تأكل بلد. ودمتم مشكورين يا اهل الكرم والجود.